سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم فرحانين وبصحه مزيانه. فيديو اليوم نصائح من تجربتي الشخصيه اللي خلاوني انا نكون احسن نسخه من نفسي، اللي خلاوني نكون انسانه احسن بشخصيه احسن، واللي خلاو المظهر ديالي يكون حتى هو احسن. فالا كنتي مهتمه بانك تزيدي راسك للقدام، تحسي براسك انسانه احسن في المظهر ديالك وفي النفسيه ديالك وفي الشخصيه ديالك، هذا الفيديو ليك وغادي يبدل فيك بزاف ديال الحوايج. اول نصيحه اللي عاونتني نغير الشكل ديالي للاحسن وعطاتني ثقه كبيره في راسي هي تعلمت انني نحل المشكل في بلاصه ما نغطيه. واحد الايامات كانت البشره ديالي عمرات بالحبوب، كان شعري حتى هو عمر بالفراغات، فاش كنت كنحاول ندير باش يلاه بغيت نبان تهلا في راسي، بديت كنحاول انني نغطي المشكل، نقلب على لي زيكستونسيون نلبسهم باش شعري ما يبانش خفيف، نحاول ندرق هذوك الفراغات اللي عندي في شعري، نحاول نغطي دوك الحبوب ودوك البقع اللي عندي في وجهي بالفون دو تان وبالمنتجات ديال الميك-اب. ولاحظت مع الوقت بلي راه هادشي ما كيحلش المشكل. تقدري تبقاي تغطي ما عمر الثقه ديالك في راسك ما كترجع، وما عمرك ما كتقدري تحلي المشكل 100%. فاللي كنصحك ديريه هو انك في بلاصه ما تبقاي تحاولي تحلي المشكل من الاساس. تحاولي مثلا الا كان شعرك كيطيح تاكلي ماكله احسن، تبدلي النظام ديالك الغذائي، تشوفي شنو فيتامينات اللي ناقصينك وتبداي تاخديهم، ديري وصفات طبيعيه، تمشي عند الطبيب الا كانوا الفراغات وصلوا لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف. نفس الحاجه بالنسبه للبشره، حاولي تحيدي الماكله اللي كتخلي داك الحبوب يبان في وجهك، حاولي انك تحيدي الميك-اب اللي قديم ولا الفرش ديال الميك-اب اللي ما مغسولينش، حاولي تبدلي ليجين دو في ديالك، حاولي تبدلي الماكله ديالك، حاولي تبدلي العادات ديالك باش المشكل يتحل من الاساس. حيت ملي كتحلي المشكل من الاساس الثقه ديالك في راسك كترجع. اما الا بقيتي غير كتغطي هذاك المشكل كيبقى غادي وكيكبر، والثقه ديالك في راسك كتبقى غدا وكتنزل. فاللي خاصك تعلمي من هذه النصيحه هو تركزي على انك تحلي المشكل بلاصه من انك تغطيه. ثاني نصيحه اللي عتقتني واللي عاونتني انني نكون احسن ونكون يونيك هي انني نبغيش نكون انا، وما نحاولش نتبع اي ترند خرجات، وما نحاولش نقل ولا نكوبي اي شخص مشهور واي حاجه كيديرها كل شيء نحاول انا نديرها. وتعلمت انني نبغي راسي وما نبدلش راسي على قبل الناس الاخرين. ماشي حيت خاطبي كيعجبوه البنات اللي فورمتهم ما عرفت كيفاش دايره خاصني انا نمشي ناكل لحسه ولا ناكل ما عرفت شنو باش نوصل للفورمه اللي كتعجبو. هو حر يعجبو اللي يعجبو. انا ما عمرني ما كان نبزز على راسي نبدل شي حاجه فيا باش نعجب الناس الاخرين، وما عمرني ما كنتبع ترند ولا شنو كيدير كلشي ونديرو حتى انا. كنحترم الملامح ديالي وكنحترم داكشي اللي عطاني الله، وكنحاول هذاك الشيء اللي عطاني الله نخليه باحسن صوره ممكنه. الا مثلا خرجات غدا الموضه ديال الحجبان رقاق، ما عمرني ما غادي نمشي نرقق حجباني باش نتبع الموضه نهائيا، ما عمرني ما غادي نديرها. علاش؟ حيتاش ملي كتكوبي الناس بزاف، لا في الهضره لا في التصرفات، كتحاولي اي كلمه خرجات كلشي كيستعملها حتى انت تستعمليها، اي اسلوب في الهضره كلشي كيهضر به حتى انت تهضري به، اي ضحك باسل كلشي كيضحك به حتى انت تضحكي به، اي حاجه بدلوها الناس في المظهر ديالهم تمشي انت تبدليها في المظهر ديالك، ما كتبقاش عندك لاتوش ديالك، ما كتبقاش عندك التميز ديالك، ما كتبقاش عندك حتى الشخصيه ديالك كتبدل. فاللي تعلمت انني نديرو هو نبغي شكون انا ونخلي شكون انا، وهذاك الشيء اللي عطاني الله يبان باحسن صوره ممكنه. لاحظي السيليبريتيز، لاحظي المشاهير. الا شفنا مثلا بيلا حديد كتحترم الملامح ديالها، واخا كانت خارجه الحجبان اللي يكونوا غلاظ وعامرين بحال ديال ماديسون بيل، عمرها ما مشات بدلات الحجبان ديالها واحترمت الملامح ديالها. قد ما احترمتي الملامح ديالك وخليتيهم يبانوا باحسن صوره ممكنه قد ما كتباني زوينه. اما الا حاولتي ترسمي فوق منهم وتتبعي غير شنو خارج ما كتجيش نهائيا زوينه، وكيف ما قلت لك مع الوقت كتمشي لك لاتوش ديالك. دونك اللي خاصك تعلمي من هذه النصيحه هو تحترمي الملامح ديالك، ما تتبعيش الترند، وما عمرك ما تبدلي شي حاجه في الشكل ديالك حيت واحد الشخص قريب لك كيفضل انك تكوني بواحد الشكل اخر. خلي ليه الاختيارات ديالو، هو شنو كيفضل، هو انتي شوفي انتي شنو كتبغي وشنو انتي كترتاحي فيه، وما عمرك ما تبدلي على قبل شي واحد حيت الناس واخا تبدلي على قبلهم ما عمرهم ما كيرضاو عليك. وواحد الحاجه اخرى مهمه حتى هي تعلمتها ودارت واحد الفرق كبير في شخصيتي وفي الثقه ديالي في راسي، هي تعلمي انك تفاليدي راسك براسك. انت ما مضطراش انك تخرجي معك عرام ديال صحاباتك ملي تكوني غادي تشري الحوايج باش يقولوا لك شنو جا معاك وشنو ما جاش معاك وشنو تشري وشنو ما تشريش. انت ما محتاجاش انك تصوري تصويره وتصيفطيها لكاع صحاباتك وتقولي لهم واش نقدر نلبسها في هاد الديت ولا ما نلبسهاش. تعلمي انك انت تقري لراسك، تعلمي انك انت تفاليدي راسك، تعلمي انك ما تكونيش محتاجه الناس يقولوا لك انت زوينه باش تحسي براسك زوينه، حيتاش الا كنتي محتاجه ليهم غتبقاي دائما بحال العبده ديالهم. ما عمرك ما كتحسي براسك مزيان حتى يقولوا لك هما انت زوينه، حتى يعطيك هما دي كومبليمون. ما عطاك حتى شي كومبليمون حتى شي واحد ما كومونط على اللبسه ديالك وعلى المكياج ديالك ما كتحسيش براسك مزيان. هاد القاعده هذه بالضبط خاصك تخدمي عليها، تعلمي انك تفاليدي راسك براسك. ثالث حاجه
بدلتني للاحسن في الشكل ديالي. هي واحد الحاجه نفسيه ولكن بدلتني للاحسن في الشكل ديالي. هي ما بقيتش كنرومانتيزي العلاقات لي توكسيك. انا عارفه بلي لي غولاسيون توكسيك فيهم الحماس، فيهم الدراما، كيديروا لك الفراشات، كيعطيوك الادرينالين، كيديروا لك هاد الاحاسيس هادو كاملين، وانا عارفاهم احسن من انك تمشي عند شي شخص ولا تكوني مع واحد الشخص ولا في واحد العلاقه لي شخص لي ظريف ولا هيلتي، حيت انت مولفه على العلاقات لي توكسيك ومولفه على داك الادرينالين طالع هابط. فملي كتدخلي شي غولاسيون لي صحيه كيجيك الملل وكيجيك بلا داك الشخص ما مناسبش لك، هو راه غير انت مريضه بحال شي وحده مدمنه على داك الطلوع والنزول ديال الادرينالين وداك ستريس، كيجيك داكشي اللي عادي ممل. فاللي خاصك ديريه ولا غادي يبدل الشكل ديالك هو انك تقطعي لي غولاسيون توكسيك. كنت قلت لكم في انستغرام وبزاف البنات اتفقوا معايا، ما عمرك ما غتلقاي شي بنت داخله في غولاسيون توكسيك غدا وكتزيان. لي غولاسيون توكسيك كيمصوا الروح منك، كيديروا لك العسان، كيديروا لك الحبوب، كيطيحوا لك الشعر، كيضعفوك في الوزن، كيسدوا لك الشهيه، كيخليوك ما تنعسيش بالليل، وكيديروا لك بزاف ديال المشاكل اخرين. هذيك لا بريونس اللي كتكون عندك في عينيك وفي وجهك وفي الروح ديالك كتمص، حيت انت داخله في واحد الغولاسيون توكسيك، واحد الغولاسيون اللي متوتره فيها 24 ساعه على 24 ساعه، واحد الغولاسيون اللي خاصك كل ميساج تحليه وتشوفي واش فلان تقلق ولا ما تقلقش، واش مالو ما جاوبش، مالو ما دارش هادي، مالو ما دارش هاديك. فكتكوني دائما في واحد الحاله ديال عيانه نفسيا، واللي عيان نفسيا ما عمرو ما كيزيان. فالا بغيتي تزيدي لقدام، بغيتي تزياني، بغيتي ديري واحد الجلو اب، سدي على الناس التوكسيك اللي عندك في حياتك. ما كنهضرش غير على لي غولاسيون توكسيك لي رومانتيك، كنهضر حتى على الصحاب والصحابات. الصحاب والصحابات الا كانوا توكسيك حتى هما كيخيبوك، ثقي بيا والله حتى كيخيبوك، حيتاش دائما داخلين في البكا والشكوى والمقارنات والنميمه والغيبه. هادشي كامل، هاد الطاقات هادو اللي نازلين كلهم كيمصوا منك الروح، كيمصوا منك هذيك لا بريونس اللي كتكون في وجهك وفي الطاق وفي عينيك وفي الهاله ديالك. فاللي كنصحك ديريه واللي خاصك ديريه، خرجي من لي غولاسيون توكسيك وتشافي منهم وبداي تدخلي في دي غولاسيون صحيين. وشوفي الفرق ملي كتكوني في واحد العلاقه صحيه، كديري واحد جلو اب، كتزياني حيت مع واحد الشخص اللي كيحترمك اللي كيعاملك زوين. ملي كتكوني في غولاسيون توكسيك كتخيابي. ما كاينش شي وحده كتدخل في غولاسيون توكسيك كطفرو. ولا ما تيقتينيش، شوفي صحاباتك اللي في دي غولاسيون توكسيك كيفاش حالتهم دائما حاله ودائما كيبكيو ودائما معصبين ودائما عندهم مشاكل. ما بغيتش هادشي لراسي وما بغيتش لك حتى انت. حاجه اخرى تعلمت انني نحبسها ونوقفها باش نحس براسي احسن في نفسيتي وفي شخصيتي وفي الشكل ديالي، هي نقبل قله الاحترام على راسي. بزاف منكم البنات كتقبلوا بقله الاحترام على اساس انكم نتوما ظريفين. نتوما ماشي ظريفين، نتوما غير كتقبلوا قله الاحترام وكتقبلوا الذل. حيت ملي شي واحد كيعاملك خايب وانت كتسكتي ليه، هذه ماشي انت ظريفه، هذه انت كتقبلي قله الاحترام وما كتعرفيش تحطي حدود مع الناس. ملي انت عندك ما يدار وعندك اشغال وعندك حوايج تابعينك وكتخليهم ابار حيت واحد الشخص بغى يجي عندك، ولا واحد الشخص بغى يخرج معاك، ولا واحد الشخص بغى يكون معاك، فهنا انت ماشي انسانه ظريفه وكتضحي بداكشي ديالك على قبل داكشي ديال الناس. انت انسانه ما تعلمش تحط حدود مع الناس وتعلمت انها خاصها ترضي الناس كاملين. الا انت ما كتهضريش على حقك وما كتدافعيش على راسك، وملي شي واحد كيدير واحد تصرف خايب معاك ما كتقوليش ليه حبس راه التصرف هذا قله احترام، انت هنا ماشي ظريفه وكدوزي. انت هنا تعلمتي انك تسكتي حيت كتخافي من الصداع، وحيت في صغرك كان كيتقال لك بلا ما خاصكش تجبدي الصداع. ما عندهاش نهائيا علاقه بالظرافه. هاد الحوايج هادو في شخصيتك غادي خاصك تخدمي عليهم، غادي خاصك تعلمي تقولي لا وتحطي حدود، غادي خاصك تعلمي تدافعي على راسك وتهضري على الحقوق ديالك، غادي خاصك تعلمي تختاري راسك وتحطي الاحتياجات ديالك فوق من الاحتياجات ديال الناس الاخرين. حيت كل واحد مسؤول على راسو ومسؤول على الاحتياجات ديالو. انت ما مسؤولاش على الاحتياجات ديال الناس الاخرين، انت مسؤوله على الاحتياجات ديالك انت. كل واحد يلا يقد على الاحتياجات ديالو كيفاش انت مخلياهم وبغا تقدي بالاحتياجات ديال الناس الاخرين. الا ما درتيش هكا من دايتك راسك وكتسناي الناس هما اللي يفهموا راسهم، ما عمرهم ما كيفهموا راسهم. ما عمر شي واحد ما كيقول فلانه هضرت معاها خايب البارح يمكن خاصني نطلب منها السماحه. لا، ما عمرهم ما كيديروا بحال هكا. فلانه تسلفت مع عندها بزاف يمكن خاصني نجمع راسي ونرد لها فلوسها. لا، ما عمرهم ما كيديروا بحال هكا. الا بقيتي انت كتقبلي قله الاحترام، غيبقاو الناس دائما يعفطوا عليك، غيبقاو الناس دائما يعاملوك خايب، غيبقاو الناس دائما يستغلوك وغتعياي نفسيا. ملي كنعياو نفسيا هادشي كيأثر حتى على الشكل ديالنا وحتى على شخصيتنا. فبليز ما تبقايش تقبلي قله الاحترام على راسك تحت مسمى انا ظريفه. انت ماشي ظريفه، انت غير ما كتعرفيش تحطي حدود مع الناس وما كتعرفيش تدافعي على راسك، وخاصك تعلمي هادشي. حاجه اخرى حتى هي بدلتها في شخصيتي واللي عاونتني بزاف، وهي السبب انني كنهضر معكم دابا.
وهي شحال هذا قبل ما نبدا يوتيوب كنت كنقول الا حد بديت يوتيوب وشاف شي واحد من العائله ولا من صحابي ولا من الناس اللي كنعرفهم شي فيديو ديالي غادي يبان الموضوع محرج وغادي نحرج راسي. هاد الكلام هذا بدلته، وكون ما بدلتوش ما كنتوش غادي تشوفوني هنا في يوتيوب. عارفه بزاف ديال الناس باغيين يديروا بزاف ديال الحوايج ولكن خايفين من شنو غادي يقولوا عليهم الناس، خايفين من شنو كيفاش غادي يبانوا الناس، خايفين من انهم يبانوا كرينج ولا يبانوا راه تيديروا شي حاجه اللي محرجه للناس. الا كانت عندك هاد العقليه ما عمرك ما غادي تزيدي لقدام، خاصك تبدليها. ونهار بدلتها بديت كنحس براسي احسن، واخا بدلتها في الموضوع ديال اليوتيوب باقي خاصني نبدلها بزاف ديال المجالات اخرين، وهذا الشيء انا خدام عليه. وتعلمت واحد الحاجه مؤخرا اللي خلاتني نزيد نفهم هاد القضيه ونستوعبها، هي ملي كتكوني خايفه ان الناس يشوفوا عليك شي حاجه انتي ما عارفاش الناس شنو كيفكروا، ما عارفاش شنو عندهم في دماغهم، ما عارفاهمش فاش غادي يفكروا. هذاك الشيء اللي انت خايفه منه هو داك الشيء اللي انت كتشوفيه في راسك. الا مثلا انا كنقول انا خايفه نبدا تيك توك ولا خايفه نبدا انستغرام حيت الناس غادي يشوفوني كندير شي حاجه محرجه، هادشي ماشي الناس ما عارفاهمش انا فاش كيفكروا، هادشي اللي كنفكروا انا في راسي. انا كنقول مع راسي باللي نبدا تيك توك ولا نبدا انستغرام حاجه محرجه وكنعكسها على ان الناس هما اللي غادي يفكروا فيها، وهي في الحقيقه راك انت اللي كتفكري هكا، انت اللي كتشوفي راسك محرجه. الا لبستي شي حاجه وقلتي انا خايفه ان الناس يشوفوها خايبه، في الحقيقه انت في الداخل ديالك كتشوفيها خايبه. داكشي علاش خايفه ان الناس يشوفوها خايبه، الناس ما عارفاهمش انت فاش كيفكروا، ما يمكنش تعرفيهم فاش كيفكروا. فاللي كديريه هو كتعكسي الحوايج اللي انت كتفكريهم على راسك وكيسحب لك بلا الناس الاخرين غادي يفكروهم فيك. ملي استوعبت هاد القضيه هادي بزاف ديال الحوايج تبدلوا في دماغي وما بقيتش انا كنرجع راسي للور. حيت ملي كتفكري بهاد الطريقه ديال الا شافني فلان غادي يقول عليا شي حاجه، الا شافني فلان بديت بيزنس غايقول عليا هادي، الا شافني فلان درت هادي غايقول عليا هادي، انت كتكوني كترجعي راسك للور. انت ما عارفاش الناس شنو غيفكروا ملي غتوقع ديك الحاجه، انت ما كايناش في دماغهم، انت غير كتعكسي الافكار ديالك والمخاوف ديالك وكيفاش انت كتشوفي راسك على الناس الاخرين وكتخلي هاد القضيه توقفك في بلاصتك. حاجه اخرى اللي فهمت انها كتخلي الواحد خايف في الشكل ديالو وحياته كتبقى غدا وكترجع للور هي التاجيل. تخيلي مثلا انك انت زايده في الوزن، ولا تخيلي مثلا ان عندك مشاكل في شعرك ولا في البشره ديالك ولا في اي حاجه في الجسم ديالك، وكتقولي مع راسك غادي نبدا نتهلا في راسي غدا، وكل نهار كتاجلي كتاجلي كتاجلي. مع الوقت كتبقاي غدا وكتخيابي. علاش؟ حيت كتاجلي ما كتاخديش الاكشنز وكتبداي تهلاي في راسك. التاجيل كيخليك تخيابي، هو اللي كيخليك تقولي انا غنبدا الريجيم حتى الاثنين الجاي، هو اللي كيخليك تقولي انا ما عنديش حوايج السبور دابا، غادي نبدا السبور حتى الشهر الجاي ملي نتخلص عاد باش نشري حوايج ديال السبور عاد باش نبدا السبور. ونفس الحاجه كتوقع حتى في حياتك لي بروفيسيونيل وفي الخدمه ديالك. غادي نبدا ستاج اليوم لا غادي نبدا غدا، نقلب على خدمه اليوم لا نقلب عليها غدا، كتبقاي دائما كتاجلي كتاجلي كتاجلي، كيدوز الوقت وكتلقاي راسك ما درتي والو. زائد ما كتبقايش تثقي في راسك، حيت تخيلي يكون عندك واحد الشخص دائما كيواعدك بشي حاجه ولكن دائما كيخوي بك، ما عمره ما كيدير ديك الحاجه اللي واعد بها. بحال هكا كنتي كديري راسك دائما كتوعدي راسك انك غتبداي، دائما كتوعدي راسك انك غادي ديري واحد الحاجه ولكن دائما كتخوي براسك، دائما كتاجلي ديك الحاجه. فمع الوقت الثقه ديالك في راسك كتنزل. اللي خاصك ديريه هو ملي توعدي راسك بشي حاجه وملي تقرري ديري شي حاجه خدي الاكشنز باش تبداي ديريها، حيت قد ما درتيهاش قد ما كتزيدي واحد خيبه الامل لراسك، راسك ما كيبقاش يثيق فيك، فما كتبقاش عندك الثقه بالنفس. فخاصك ملي توعدي راسك بشي حاجه ديريها. وانا عارفه وحاسه بك مزيان، اتس هارد انك تبداي، صعيب بزاف انك تبداي، صعيب بزاف انك تدخلي واحد لاصال وانت زايده في الوزن وبداي تريني وكتحسي براسك بلي راه الناس كلهم اللي دايرين بك كيشوفوا فيك وكيحكموا عليك، خصوصا الا كنتي غادي ديري هادشي بوحدك. فانا عارفه هادشي صعيب، عارفه بلي راه صعيب انك تمشي لواحد الخدمه وانت ما عندكش اكسبيريونس، ولا تبداي واحد ستاج وانت ما عندك حتى شي اكسبيريونس. عارفه بلي راه صعيب تبداي تعلمي شي حاجه وانت كبيره في العمر وعندك بزاف ديال الحوايج شاغلين لك بالك وبزاف ديال المسؤوليات. عارفه هادشي شحال صعيب، ما يسحبش لكم بلي راه عارفه سهل. انا براسي كاين شي حوايج في حياتي مازال كنعاني باش نبداهم، مازال خايفه انني نبداهم، مازال باقا غير كنأجلهم. ولكن اللي بغيت راسي يعرفو وبغيتك حتى انت تعرفيه هو في الاول صعيب، في الاول كتخافي، في الاول ما كتكونيش مرتاحه، ولكن اون فوا غتبداي تشوفي النتائج، غتبداي تشوفي النتائج ديال داك التغيير اللي انت خدامه عليه، ما غتبقايش قادره ترجعي للور. العادات ديالك ديال شحال هذا والحياه ديالك ديال شحال هذا غتولي هي اكبر خوف عندك. اكبر خوف عندك غيولي هو انك ترجعي كيف ما كنتي، غتولي باغا تزيدي لقدام وديري احسن وتكوني احسن. فالتغيير الايجابي كتولي مدمنه عليه ملي كتبداي تشوفي النتائج. فاللي عليك ديريه هو تصبري، غير صبري، ملي غتبداي تشوفي النتائج حياتك غتبدل. هكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. شكرا بزاف على وقتكم، شكرا بزاف على المشاهده وعلى التعليقات ديالكم الزوينين اللي كنقراهم دائما. كنبغيكم ونتلاقاو في فيديو جديد.